السلام عليكم، أخباركم؟ معاكم مستر حسام عياد، مدرس التاريخ للمرحلة الثانوية الإمبراطور في التاريخ. كل عام وانتم طيبين. طبعا النهاردة ليالي الامتحان المنتظرة. زي ما اتفقنا أنا هبقى معاك في ليالي الامتحان ببعض الفيديوهات اللي هنقدر فيها ندعوك التاريخ وندغدغ التاريخ. خلاص، عايزك بس تثق في نفسك، ما تقلقش. الناس اللي بتتصل احنا نسينا حاجات، عادي. انت لما تمسك الفصول، انا عايز بس منك، مطلوب منك حاجه واحده بس، بسرعه كده امسك من المصدر اللي كنت بتذاكر منه طول السنه، اقرا الفصول، تذكرها بس جرايه، زي موضوعات التعبير عندك في العربي او موضوعات القراءه. اقرا الموضوع ككل، امسك الفصل الاول الثاني الثالث، اروح بادئ قرايه الفصول كجرايه لتذكر الاحداث. وبعد كده نبدا احنا مع بعض بقى نمسك التاريخ انا وانت في الفيديوهات اللي هتوصل لك، نبدا ندغدغ التاريخ، واسمها مراجعه الدعوكه والدغدغه. خلاص، شد حيلك، ربنا يوفقك. احنا مع بعض، خليك معايا على الدغري، خش على الدغري مع الامبراطور. تمام؟ بص يا بابا، اول حاجه هنبدا نراجعها انا وانت حاجه اسمها القاسم المشترك. تعرف ان المنهج متشعب، فبيبدا هو يلعب على ايه؟ فكره القواسم والروابط وعلاقات التشابه. لما نبدا اول جزئيه مع بعض، اول حاجه انا عايز القاسم المشترك بين عبد الرحمن الجيلاني وعدلي منصور والخديوي توفيق. طبعا يمكن شخصيه عدلي منصور والخديوي توفيق انت متذكرها. في شخصيات زي ما بتقول ايه في التاريخ بتبدا سريعه النسيان، احنا بنسميها يعني شخصيات بتتنسى بسرعه لانها لم تذكر الا مره واحده. مع كثره الاحداث في التاريخ انت ما بتركزش عليها. يعني مثلا انا لما اقول لك البارودي، شريف، سعد، زغلول، جمال عبد الناصر، الناس دي قلنا احداثها كتير، ولكن شخصيه مثلا عبد الرحمن الجيلاني. عبد الرحمن الجيلاني انت فاكر معايا لما العراقيين قاموا بثوره العشرين، بريطانيا اجراءاتها عشان تهدي الثوره عملت ايه؟ راحت معينه عبد الرحمن الجيلاني اول حكومه وطنيه مؤقته. يبقى اقدر اقول اول ما قلت انا المعلومه دي ان عبد الرحمن الجيلاني نفس عدلي منصور، الرئيس عدلي منصور لما اخترناه مؤقتا بعد عزل مرسي، مسك رئيس المحكمه الدستوريه العليا. توفيق مسك الوزاره مرتين مؤقتا، الخديوي توفيق مسك الوزاره مؤقت، اول مره لما شريف قدم استقالته، وتاني مره بعد البارودي لما قلنا خالف المراسيم. يبقى القاسم المشترك هو تولي شؤون الحكم والوزاره مؤقتا. يبقى نقدر نقول ان القاسم المشترك بين الثلاثه هو الحكم المؤقت. تمام؟ طيب، تاني حاجه عندنا النهارده عبد الرحمن فهمي ومحمد فريد. احنا عارفين ان عبد الرحمن فهمي ذكر امتى؟ ايوه، في لجنه الوفد المركزيه السريه لما كان سعد زغلول موجود في باريس وكان بيحرك اسمه دينامو الثوره، فاكرينه؟ كان بينفذ تعليمات سعد. ومحمد فريد، طب ايه القاسم المشترك؟ من ضمن اعمال عبد الرحمن فهمي سكرتير لجنه الوفد انه اسس نقابات عماليه، ومحمد فريد اسس نقابات الطوائف العمال 1909. ما تنساش ان شيخ الطائفه انهار سنه 91. اقدر اقول لك تزامن مع حاكم مصر مين على طول؟ توفيق. تمام؟ عندنا ايه القاسم المشترك بين لجنه ميرنر ولجنه بيل الانجليزيه 37؟ خلي بالكم معايا، انا اقدر اطلع من دي القواسم وايه واوجه الاختلاف. ما احنا هنمسك زي ما احنا مسمينها الدعوكه. ليه؟ هنبدا انا وانتوا بقى ايه؟ يعني التاريخ بيعتمد في النظام الجديد يا بابا على اللا معقول. يعني ابدا هات من الشرق على الغرب، من هنا. مش عايزين ان احنا ندرس التاريخ نمطي، دراسه التاريخ نمطي فصل ده مش وقته خالص. ده احنا 3 ايام هنبدا نلم من هنا، من زيد وعبيد، من الشرق والغرب، عشان اقدر اجمع افكاره. لانه عشان يخليك تنسى ورقه المفاهيم، كتاب المفاهيم اللي معاك بيبدا ايه بقى؟ يجيب لك متشابهات، علاقات، عشان انت مش بيدرس لك نمطي فصل. طيب، انا عندي هنا لجنه منر سنه 20. يا رب ايه اوجه التشابه بينها وبين لجنه بيل؟ الاثنين جاءوا لتهدئه الاوضاع. منر جاي يهدي ثوره 19، بيل جاي يهدي ثوره عرب فلسطين 36. يبقى القاسم المشترك
بين الاتنين، خلي بالك معايا ان الاتنين جايين لتهدئة الاوضاع الداخلية. طب تمام، طب اقدر اقول اوجه الاختلاف ايه؟ ان منر الشعب المصري قاطعها، بل استقبلوها حكام العروش الوهمية الكرتونة، فاكرين حكام الكراتين البرفان اللي هم الديكور، ولما عرض بل تقسيم فلسطين الظالم. تمام، ده اوجه الاختلاف، ان هنا احنا استقبلناها، هنا رفضنا منر، هنا بل تم استقبالها وعرض مشروع التقسيم. طيب لما نقدر نقول ما وجه القاسم المشترك بين الديوان العالي والمجلس المخصوص؟ خلي بالك معايا، الديوان العالي ده محمد علي عمله ليه؟ ايوه، في الدواوين اللي احنا كنا بنقول بنسميه ديوان الخديوي، كان بيعرض عليه كافة شؤون الحكومة، وأضاف إليه في القضاء اختصاصات قضائية. يبقى هنا الديوان العالي يثبت إيه؟ إن مفيش فصل في السلطات. تمام. طب والمجلس المخصوص كان بيسن اللوائح والقوانين ويبلغ للإدارات، يبقى كان بياخد صفة تشريعية سن اللوائح ويبلغ تنفيذية. يبقى نقدر نقول إن الاتنين يؤكدان عدم الفصل بين السلطات. وذلك الديوان العالي لما فصلش، كان محمد علي عمل القانون الأساسي 37 حاول ينظم العلاقة ويفصل بين السلطات. طب تمام، خلي بالك للي جاي بقى. ايه وجه التشابه بين مقتل السرلستاك والقراصنة في الجزائر وإغلاق ممر خليج العقبة؟ هنمشي مع بعض أنا وإنت. طب مقتل السرلستاك والقراصنة احنا قلناها ودعوكناها كتير. الجديد عليها إغلاق خليج العقبة، أن تلك الأحداث جعلت الاستعمار يحقق أغراضه أهدافه. ليه بقى؟ أولا السرلستاك قلنا من الحب ما قتل. احنا بعد ما فشل مفاوضات سعد ماكدونالد عملنا ايه؟ مجموعة المتطرفين راحوا اغتالوا السردار حاكم السودان وقائد الجيش في مصر، راجل انجليزي. انجلترا طلبت من سعد انذار، سعد راح مقدم استقالة اول وزارة شعبية. يبقى الناس دي الحقت بيها ضرر، استخدام العنف، لا نطفئ النار بالنار. القراصنة في الجزائر، الجزائريين استغلوا سفن بابا روما وهم متضايقين من الاوروبيين عشان موضوع فرنسا والديون، فتعرضوا ليهم، فرنسا استغلت ذلك واحتلت الجزائر. اغلاق ممر خليج العقبة للاسف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اتورط فيها، هم سحبوه الحرب يعني مش مستعدين لها، لان اسرائيل عملت ايه؟ راحت مهاجمه اسرائيل سوريا على الحدود، وانت بينك وبين سوريا دفاع مشترك، راحت جرتك بدون استعداد. راح جمال عبد الناصر راح اغلق ممر خليج العقبة عشان ايه؟ يحاصر اسرائيل اقتصاديا. اسرائيل استغلت في مايو الكلام ده، تم ضرب مصر في 7 يونيو 67. يبقى الثلاثه دول من الحب ما قتل، اي احنا الاستعمار حقق في كل تلك الاحداث اهدافه. طيب لما نمسك علماء الجزائر والجمعيه الخيريه الاسلاميه والحركه الوطنيه في تونس، طب ايه اللي يربط بين الكلام ده؟ بيربط بينهم عامل الحفاظ على الهويه الاسلاميه. يا جماعه ما تنسوش علماء الجزائر احنا بنحبهم. الشيخ بشير ابراهيم وعبد الحميد بن باديس تمسكوا بالاسلام، عكس اللي اكرهك عباس ابو فرحات، ده عايز يندمج ويتخلى عن هويتنا. تمام. المعلم الخيريه الاسلاميه دي اسماعيل عاملها عشان يواجه طغيان المدارس الاجنبيه، وده بيواجه ازدواجيه الثقافه. احنا قلنا اسماعيل الوحيد اللي واجه خطوره الازدواجيه. اما الحركه الوطنيه في تونس، ايه الفرق بين تونس والجزائر؟ ان تونس تمسكت بهويتنا الاسلاميه، زي مصطفى كامل ومحمد فريد واجه قسم مشترك. وتونس ايه؟ اولا تمسكوا بمشروع الجامعه الاسلاميه التي اطلقه جمال الدين الافغاني. ولذلك مصر الازهر له دور في تونس، لان هم متاثرين بالشيخ الامام محمد عبده. طيب بص دي ابو بيقول لك ما اوجه القاسم بين علي بك الكبير وحملة فريزر والحرب العالمية الأولى. بص يا شباب، أولا علي بيك الكبير كان بيستغل السياسة الخارجية للدولة العثمانية، حرب روسيا وتركيا.
حملة فريزر ساءت العلاقة الخارجية بين انجلترا والسلطان لما ما قدرش ينجل محمد علي والزعامة اتمسكت بيه لولاية سالونيك باليونان. الحرب العالمية الأولى تركيا استغلت السياسة الخارجية للدولة العثمانية، انجلترا استغلت السياسة الخارجية للدولة العثمانية لما دخلت الحرب العالمية الأولى وأعلنت عليك الحماية. واحنا متفقين ان تركيا كده خلفت ما جاء في انجلترا، خلفت ما جاء في منشور اللورد ديفرين لما قال تستمر مصر تابعة للدولة العثمانية وده خليفة المسلمين. هم عرضوا خليفة المسلمين، راحت انجلترا اعلنت عليك الحمايه. يبقى ايه القاسم المشترك؟ السياسه الخارجيه للدوله العثمانيه. تمام. طيب برضو من الشخصيات اديني في النسيان سلطان باشا محمد ابو الدهب. اولا ايه العلاقه بين سلطان وعيار محمد ابو الدهب عيار 24 عشان اغلى من 21؟ بص يا باشا، اولا سلطان انا بسميه سلطان عدو البوليس، اللي هو سلطان احنا سميناه سلطان القذر الخاين. انت عارف سلطان ده كان رئيس مجلس النواب اللي خد المذكره المشتركه الثانيه وعطاها للعربيين، فالعربيين قالوا له انت بتجيب لنا دي، انت سلطان الخاين. ده رئيس مجلس الشعب، يبقى ده جهه تشريعيه. محمد ابو الدهب دي سهل جدا، علي بيك الكبير السلطان العثماني حرض وقال له غزه، قتل علي بيك الكبير. يبقى الاثنين امتزانا بالخيانه وتغير مواقفهم. طيب هل هناك وجه شبه بين مصطفى فهمي ومحمد السادات؟ طبعا مصطفى فهمي ده راجل كان وطني في البدايه لما احنا طلبناه بعد مظاهره عابدين الثانيه، خد لنا وزير خارجيه. للاسف هو مسك الوزاره وبدا يميل لانجلترا. فالاثنين لهم ان الاثنين كانوا اداه طيعه في يد الاستعمار، لان محمد السادات ده جابه محمد علي بعد ما عزل عمر مكرم الى دمياط، راح جايب مكانه محمد السادات، قال لك ده ممكن لعبه في ايدي اقدر اتحكم فيه. الاثنين كانوا اداه طيعه في يد كل من الاستعمار ومحمد علي. طيب بص يا اخواني، ما وجه التشابه بين روسيا بعد صلح كوتاهية وضمان يونيو 50؟ خلي بالك لدي، روسيا بعد صلح كوتاهية احنا متفقين في التاريخ ودي هناخدها. هنلم انا وانت ادوار روسيا دلوقتي. روسيا بتخاصمني حبه وتصالحني حبه. روسيا كانت عملت اتفاقيه مؤقته مع السلطان العثماني في الخبوبس في السر بعد صلح كوتاهية. قالت له احنا الاثنين ايد واحده، روسيا وتركيا ايد واحده، بس ده في السر، دفاع وهجوم. زي ما مصر حولت ضمان يونيو اتفاقيه دفاع مشترك لما بعض الدول العربيه لم تنضم اليها، وعملنا احنا وسوريا اتفاقيه 66. يبقى العلاقه المتشابهه بين الاثنين روسيا انها اتفاقيات دفاع مشترك. طيب هل هناك علاقه، خلي بالك بقى، ما بين محمد علي وسعد الدين الشاذلي؟ احنا عارفين ان محمد علي حطم اسوار عكا قوات ابراهيم ابنه لما دخلنا عكا، وسعد الدين وضع خطة المآذن العالية اللي حطمنا بها اسوار خط بارليف وعبرنا القناة. يبقى الاثنين تم القضاء على الموانع البشرية. طب اقدر اقول لك حاجة، ان انا ممكن من الشاذلي اقول اوجه الاختلاف بينه وبين نابليون، لان نابليون فشل في دخول مين؟ اقتحام الموانع البشريه، ما قدرش يخش اسوار مين؟ عكا. طيب اتفاقيه الجلاء 54 وصلح اميان 2، هل في قاسم مشترك؟ طبعا. اللي هتوضح لي دي اميان ده الوفاق بين انجلترا وفرنسا، وغادرت انجلترا السواحل المصريه. طب ما اتفاقيه الجلاء مغادرة انجلترا مصر في 18 يونيو 56 عيد الجلاء. يبقى القاسم المشترك خروج انجلترا من السواحل المصرية. طيب بص يا رجال، هل هناك قواسم مشتركة بين حوادث كولومب بشارو وحادثة اسكندرية وقراصنة الجزائر؟ طبعا دي استغلها الاستعمار لتحقيق أغراضه. طب انا عايز كولومب بشارو دي. احنا عارفين يا اخوانا ان كولومب بشارو، بص لما كنا بنقول دي تونس، دي حدود الجزائر، دي المغرب، خلاص احنا هنا الجزائر اهي، تمام.
حدودها الغربية للجزائر حتة اسمها كلومب بشار، منطقة حدودية بينها وبين المغرب، تقع غرب الجزائر وشرق المغرب. فرنسا لما حبت تتوغل عسكريا في المغرب واستغلت الحوادث الحدودية بدأت بكلومب بشار لما وجدت معارضة شديدة. حادثة اسكندرية معروفة بتاع المالطي لما دفع أجره، وكانت انجلترا عايزة تعمل الفوضى الخلاقة. قراصنة الجزائر لسه غاليين لما استغلوا سفن بابا روما. يبقى الثلاث حوادث دي الاستعمار خلاهم أداة للتدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق أغراضه. طب هل جمعية حلوان السرية اللي احنا كنا مسمينها الحزب الوطني وصندوق الدين، الاتنين قاسم مشترك طالبوا بتوحيد الدين؟ عارفين جمعية حلوان لما وزعت منشور كانت جمعية سرية، يعني كان في منشور مشهور جدا في منتصف يونيو 81: وحدوا الدين 4%، الغوا المراقبة الثنائية، إعادة أملاك الدومين، ما تدفعوش الديون من إيراد السكة الحديد. الاثنين طبعا صندوق الدين ده اللي طلب بتوحيده فرنسا. طيب بص بقى يا بابا، لما نمسك هل هناك قاسم مشترك بين نظام الاحتكار وتحرك الجيش في الثورة العربية؟ طيب ايه تفتكر القاسم المشترك؟ احنا عارفين ان محمد علي رغم انه نهض بالزراعة والصناعة والتجارة في ظل الاحتكار، بس حالة الفلاح ما نهضش بيها، حرم الفلاح من ثمرة جهود أعماله في ظل الاحتكار. طب ما هو قانون التصفية دهور الأوضاع في توفيق، وده كان مزعل الجيش لأنه صار يعني بيحرم الأهالي من ثمرة جهودهم. يبقى الاثنين القاسم المشترك إن هو حرمان المصريين من ثمرة جهودهم. طب تمام، هل هناك علاقة بين أحمد عرابي ومحمد عبد الكريم الخطابي والثورة الفرنسية؟ سؤال من الأسئلة الجميلة جدا ده. أولا عرابي احنا عارفين كانت بتعارضه معارضة دولية، كانت أحد أسباب فشل الثورة العربية اللي هي مين يا شباب؟ إنجلترا. طبعا إن احنا قلنا من عوامل فشل الثورة العربية معاداة الدول الكبرى، خايفين على الملكية. محمد عبد الكريم الخطابي نفس القصة، ده وجد معارضة دولية. محمد عبد الكريم من الشخصيات المنسية برضه، اللي هو جنب ثورة مسلحة في المغرب من 22 ل 26 تعاونت أسبانيا وفرنسا للقضاء عليه، لأنه كان في منطقة الريف اللي فيها أسبانيا. الثورة الفرنسية دي ثورة اجتماعية، وطبعا دي احنا مدعوكينها وفاهمينها في المنهج. الثورة الفرنسية وجدت معارضة دولية وعلى رأسها انجلترا، كل واحد خايف على العروش بتاعته حتى لا تتسرب. انتوا عارفين ان الثورة أعدمت الملك لويس ال16، فهم عملوا تحالف ضده. يبقى القاسم المشترك التحالف الدولي. هل هناك علاقة بين دستور 23 وعهد الأمان؟ هو لعب على ايه؟ ان عهد الأمان ده صدر في تونس في عهد الباي محمد. الاتنين أعطوا المساواة في الحقوق والواجبات. تمام؟ الدستور بتاع 23 ماشي. هنبدأ دلوقتي، هل هناك علاقة بقى بين محمد علي والشريف حسين وعلي بك الكبير؟ الثلاثة حاولوا الاستقلال عن الدولة العثمانية. على فكرة علي بك الكبير في منهجنا هو أول من عمل مشروع الوحدة العربية. طب تمام. طب لما نمسك بقى محمد علي والشريف حسين، ودي هنعيدها كتير، القاسم المشترك بين الدولة العربية اللي عاملها هنا وهنا أوجه الشبه والاختلاف. طب محمد علي والشريف أنا مش مشكلة عندي أوجه الشبه في الحتة دي، الاتنين معروفين عايزين ينفصلوا ويعملوا رابطة عربية للانفصال عن الدولة العثمانية. أنا مش عايز دي، أنا عايز الاختلاف بينهم بقى. محمد علي أولا عاد الدول الأوروبية، الشريف حسين اتصل بالدول الأوروبية على رأسها انجلترا لتحقيق أغراضه. ده الاختلاف ان محمد علي كان عايز دولته لها امتداد جغرافي معين في الجناح العربي والافريقي والاسيوي. الشريف حسين كان مقتصر الرابطه بتاعته على الجناح الاسيوي. خلي بالك للي جاي بقى، ان دوله محمد علي متجانسه، اما الشريف حسين
دولته ما كانتش متجانسة، لأنه كان عايز مرسين وقطنة جنوب هضبة الأناضول اللي هم أساسا مناطق غير عربية. يبقى ده امتاز بالتجانس الجغرافي، ده دولته ما كانتش متجانسة. تمام؟ ولذلك احنا في سؤال هنا ابتدعناه من الجزئية دي أفكار الإمبراطور بقى. خد معايا الحتة دي، اديني في السكالانس. ايه اديك في السكالانس؟ هل اخد من الحتة دي اختلاف ام اوجه شبه بين الشريف حسين ومصطفى ابن الحاج كامل؟ طبعا مصطفى كامل يا حبيبي اولا يعني كان متشابه مع الشريف حسين في حتة ان الاتنين، شوفوا الحتة دي جاية ازاي، بيمتازان بعدم الواقعية في مطالبهم. الله يا امبراطور، اديني يا معلم. مصطفى كامل ده راجل مش واقعي، طلب من السلطان، قال له قول لانجلترا انك تسيب لها المورة مقابل الايه؟ طب وده كلام يا مصطفى؟ يا عم حاج مصطفى، دي مش واقعية منها. بقى انجلترا هتوافق المورة مقابل يوم الدنيا؟ خد جشر ده يا حاج مصطفى، صح؟ الشريف حسين لما طلب مرسين وقطنة، طب ما دي مش واقعية لأنها مناطق غير عربية، انجلترا هتعترض عليها، هتديها لك منين؟ وصلت؟ عدم الواقعية. طب عباس حلمي وجورست واسماعيل صدقي، التلاتة للأسف تخلوا عن الحركة الوطنية. أولا تنكروا للحركة الوطنية. أولا عباس حلمي ده راجل تنكر للحركة الوطنية، تمام؟ في عصر جورست اللي هو المعتمد البريطاني. اسماعيل صدقي برضو ألغى دستور 23 واستبدله بدستور 30 اللي وسع فيه من نفوذ الملك. خلاص؟ طيب هل تشابه بين عباس حلمي في بداية حكمه واسماعيل في نهاية حكمه؟ طبعا. أولا عباس حلمي في بداية حكمه كان بيستخدم الصحافة كظهير شعبي له. فاكرين انه عمل مناخ سياسي وثقافي الصالونات وعودة اعضاء البعثات وصحافة الرأي. اسماعيل في النهاية مش قادر يلوك، اصل اسماعيل مكسور عينه بالديون، فيعمل ايه؟ راح مستخدم الصحافة الكتاب كظهيرا شعبيا له. طيب مولاي عبد الحفيظ وحسين كامل، ممكن نقول مولاي عبد الحفيظ، حسين كامل، اديني في الخديوي، توفيق، اديني في فيصل ابن الحسين. اول ما انا قلت التانيين دول انا عارفك انك عرفت ان الاربع دول عروش وهميه. مولاي بعد حادثه اغادير خلاص شالوا بعد مؤتمر الجزيره شالوا السلطان عبد العزيز وجابوا عبد الحفيظ كعرش وهمي. حسين كامل في الحرب العالميه الاولى لما شالوا عباس حلمي. توفيق في القانون الاساسي. اما فيصل بعد ثوره العشرين في العراق. كله ده اديني في العروش الوهميه. طب هل هناك علاقة بين ديوان الأقاليم والملتزم في عصر سعيد؟ طبعا. ديوان الأقاليم والملتزمين. أنا عندي ديوان الأقاليم كان نابليون عمله عشان يعمل إيه؟ بيجمع الأموال والضرائب. والملتزم يبقى الاتنين بينهم تشابه اللي هو جمع الضرائب. الملتزم طبعا كان من الدولة العثمانية. أنا عايز دي بقى، هل هناك علاقة بين الديوان العام وسعيد؟ انتوا ناسين ان الديوان العام عاد بالنفع على المصريين في القوانين العقارية والضرائب والمواريث. أول ما قلت المواريث تروح لسعيد كان عامل المحكمة الشرعية، تمام؟ يبقى الاتنين مرتبطين بالقضاء بحتة مين؟ الديوان ده. هل هناك علاقة بين البيان الثلاثي والعدوان الثلاثي 56؟ طبعا. طب البيان ده كان امتى؟ 50. ايه البيان الثلاثي ده؟ فاكرين يا شباب لما انهزمنا في 48 كنا انا بشرح في المنصة ازاي على الاونلاين، كنت بقول لك 48 49 50 نطينا على المليون. هنا 48 اتهزمنا وخدوا مننا معظم فلسطين ما عدا القطاع والضفة. 49 هدنة رودس وقف إطلاق النيران. 50 البيان
الثلاثي، جاءنا البيان الثلاثي. أمريكا وإنجلترا وفرنسا اعترفوا بحدود دولة إسرائيل وقالوا عدم اختراق الهدنة. طبعا عدوان 56 اشتركت فيه إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، فالخلاف إن هنا في البيان أمريكا مؤيدة، وفي عدوان 56 يا إخواننا خالفت الكلام ده طبعا. والبيان ده مهم جدا، إن هم في عدوان 56 أمريكا عرضت العدوان على مصر. طيب البدو في عهد محمد علي ونابليون سهل جدا. طبعا في عهد محمد علي اعطاهم ارض واسعه، نابليون اشركهم في الديوان العام. طب والعراق بعد 30 فاكرين العشائر البدويه كانت اللي هي من 30 ل 36 الحركه في العراق مرت ببطء شديد، فالعراقيين عملوا ايه؟ كانت في عشائر بتعزل وزاره وتشكل وزاره عشائر بدويه. دي احد اسباب قيام بكر صدقي بالثوره. عندنا هل الامام محمد عبده له تأثيرا سياسيا وثقافيا؟ طبعا. أنا عندي الإمام محمد عبده ده أثر فينا سياسيا إزاي؟ إنه هو كان أقسم عرابي قدامه يمين الولاء والطاعة في الثورة العربية هو البارودي. طب والتأثير الثقافي هو الذي شارك في إصدار جريدة العروة الوثقى اللي هي كانت أدت لليقظة الوطنية مرحلة بطء الحركة. هل هناك وجه شبه بين شارل دي جول والرئيس الأمريكي ويلسون؟ طبعا شارل دي جول عمل مشروع استقلال الجزائر 1859 لما جاء للاستقلال التام والاندماج والارتباط. طب ما هو يبقى مرتبط بالرئيس الأمريكي اللي عمل مبادئ ويلسون، يبقى الاثنين بيقرروا حق تقرير المصير. محمد عبد الكريم الخطابي وعبد القادر الجزائري الاثنين قاموا بنزاع مسلح ضد الاستعمار. احنا قلنا عبد الكريم في الريف وعبد القادر الجزائري ضد فرنسا في الجزائر. هل هناك علاقة بين بوقير البحرية واحتلال انجلترا لبريم؟ الاثنين انجلترا بتؤمن مستعمراتها في جنوب شرق اسيا اللي هي مستعمراتها فين يا شباب؟ في الهند. طبعا ابو قير البحريه حطمت الاسطول الفرنسي، وانجلترا لما لقت فرنسا ظهرت في مصر احتلت بريم 99. هل هناك علاقه بين ابو قير البحريه وناصبين؟ طبعا موقعة ابو قير البحريه ادت الى بدايه نهايه الحمله، اي افشلت الامبراطوريه الفرنسيه اللي جايه تعملها في مصر في الشرق. وناصبين للأسف هي اللي أدت إلى تدخل الدول الأوروبية ضد محمد علي وفرض تسوية لندن التي أدت إلى انهيار الرابطة العربية. هل هناك علاقة بين الخديوي إسماعيل ومحمد علي وموقفهم من الأفارقة في الوزارات؟ بص يا اخوانا، احنا كلنا دايسين في مين؟ ما هو أصل بصوا احنا قلنا اللا معقول. أولا هو مش هيجيب نمطي، الطلبة كلها دايسة ومدعوكة الحتة دي، تمسك اي طالب لان دي في كل الملخصات والمنصات. ايه العلاقه بين يا ابني اسماعيل ومينو؟ اصل مينو كان يمتاز بالعنصريه، ما علمش المصريين الصناعه واستدعى عمال من فرنسا. طب واسماعيل علم الافارقه، دي متداس فيها، ده اوجه الاختلاف بينهم. لكن انا عايز اسماعيل ومحمد علي ان الاثنين كانوا بيعتمدان على تدريب الافارقه. اسماعيل لسه جايلها لك في الصناعه. طب ومحمد علي لما زار السودان وهو راجع جاب 6 من ابناء السودان يعلمهم الزراعه، وكان بيجيب ابناء السودان يلتحقوا مع المصريين في سفرهم يتلقوا العلم. طيب بين حادثه فاشوده والبنك الاهلي ده بابا قاسم ايه؟ تزامنت تلك الحادثه. انت عارف ان فاشوده 98 والبنك الاهلي 98، يبقى في علاقه تزامنت بين فاشوده والبنك الاهلي السيطره على ماليه البلاد هنا. في نفس الوقت تزامنت مع حادثة فاشوده. تصريح 28 فبراير ومعاهدة صالح جبر بيفن بورتو سموسقة، طبعا وجود الإنجليز بأشكال أخرى، إن إنجلترا حرصت على بقائها بشكل آخر. التصريح التحفظات، ودي قالت أحتفظ بخطوط المواصلات الجوية اللي الشعب العراقي رافضها. عندنا الخديوي إسماعيل، الرئيس جمال عبد الناصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي. افريقيا، اول ما اقول لك كده افريقيا في ايه؟ في القلب. ان الثلاثه معتبرين ان افريقيا هي العمق الاستراتيجي لمين؟ لمصر.
سواء الرئيس السيسي أم الخديوي إسماعيل أم الرئيس جمال عبد الناصر. الثلاثة اعتبروا أن أفريقيا هي العمق الاستراتيجي لنا. تمام؟ ده بداية أول حاجة حتة في مراجعة الدعوكة واللخبطة، إن إحنا عملنا مسكنا بسرعة كده ووريتك بعض القواسم المشتركة. بصوا يا شباب، إحنا بعد ما خلصنا الجزئية بتاعت العلاقات والتشابهات اللي إحنا لسه مخلصينها، هنخش على جزئية مهمة جدا عايزك بقى تركز معايا فيها. ليه؟ لأن إحنا هنبدأ دلوقتي نمسك النماذج الاسترشادية بتاع الوزارة اللي هي منزلاها، وهبدأ معاك دلوقتي نحلل بعض الأحداث اللي احنا بإذن الله متأكدين هيجيب بالتشابه بينها. طبعا دايما الاتصالات بتقول لي الأسئلة تيجي زي ما هي، هو منزل 12 نموذج أول مرة يعملها. لا، هي تيجي الأفكار، هو 90% جاي الأفكار منها، لأن النماذج كترت مش نموذجين هنركز عليهم. فاحنا مع بعض دلوقتي هنبدأ نشوف حاجات معينة أنا ملخصها لك في الجزئية دي. خلاص؟ خلي بالك معايا للنماذج الاسترشادية والكلام اللي احنا مختارينه. بص، بيجي دايما هو يديك اختيارات ويقول لك يستبعد عن، نستبعد من كده، نستثني، كله ده ما عدا اللي هي البديل غير المتوافق. انت فهمها كده، اللي كل الحاجات دي متشابهة مع حاجة عكسهم. خلاص؟ وهنبدأ نتدرب على معظم الاختيارات اللي جت بالطريقة دي، وهعرفك تحلها ازاي. خلاص؟ الجزء اللي احنا نشرحه في الاخر ده جزء مهم جدا، خلي بالك معايا بقى. بص اهو بيقول لك يستثنى، يعني نستبعد عنه وجه النقد للنظام السياسي في العصر العثماني قبل مجيء الحملة. يعني الكلام ده كله عيوب الدولة العثمانية ما عدا، فهمني؟ يعني بديل غير متوافق. يعني أنا هستثني الحاجات دي. نمسك من وجه النقد، يعني ده عيب. قصر مدة حكم الوالي، طبعا ما تمشيش، لأن قصر مدة حكم الوالي ده من عيوب نظام الحكم العثماني. الدولة العثمانية حملت في طياتها عوامل ضعفها، قلة الوالي جعله يهتم بجمع الأموال. الصراعات المسلحة على السلطة ما تمشيش، ده عيب. ليه؟ لأن الصراعات المسلحة على السلطة دي، الصراع بين الوالي والديوان أدى لاضطراب الأمن. طيب، زيادة نفوذ أعضاء الديوان ما تمشيش، لأن ده عيب، لأن أعضاء الديوان كان سلطة رقابية للوالي فنشب صراع. شوف بسياسة الاستبعاد أنا استبعدت ده عيب، ده عيب، ده عيب. شوف هو جاي بيقول هنا حدوث استقرار في سلطة الحكم. الكلام ده ما حصلش، يبقى ناخد دي اللي هو حدوث الاستقرار. فهمت انت بتجاوب ازاي؟ انا بطلع البديل غير المتوافق، يعني الكلام ده متشابه، دي المتناقضه معاهم. تمام؟ طيب، النقطه الثانيه يستثنى، انا جايب لك كل الاستثناءات في النماذج. يستثنى من سياسه مصطفى كامل في حركه الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني استخدام الاسلوب. هنستبعد اسلوب طبعا مصطفى كامل استخدم اسلوب سياسي، واستخدم الاسلوب الفكري الصحف، واستخدم الاسلوب الديني الاعتماد على السلطان العثماني. هو مصطفى كامل حركته لا تمتاز انها حركة عسكرية، يبقى ده اسمه بديل غير متوافق. هنستخدم حتة الاسلوب العسكري، لان مصطفى كامل من خلال الحركة الوطنية بتاعته استبعد انه يستخدم اسلوب العنف. طيب، خلي بالك للسؤال اللي جاي. بيقول لك انقسم فريق التفاوض الوطني بشأن معاهدة 36، فبعضهم أطلق عليها معاهدة الشرف والاستقلال. المعاهدة دي البعض يعني في فريق بيقول كده، وبعضهم فريق آخر يروا فيها عهد جديدا، وإن كان الكفاح من أجل الاستقلال لم ينتهي بعد. جاءت معظم بنود المعاهدة لتؤكد على بعد نظر الفريق الثاني. يعني ده فريق أول وأنا بذاكر كده وأنا بحل، وده فريق تاني. نستثني البند الخاص بإيه؟ يعني المعاهدة دي معاهدة شرف وتعتبر استقلال، وفي ناس بتقول لا ده ما حققتش الاستقلال التام. نستثني من الناس التانية اللي هي لم تحقق الاستقلال التام، نستثني منهم ايه؟ واحد،
شروط إقامة سياسة خارجية مصرية ما تنفعش، لأن دي ربطتنا بعلاقتنا الخارجية. في المعاهدة قالوا ما تعملوش أي معاهدات إلا ألا تخالف معاهدة 36. القوات المتواجدة في القناة دي غلط خالص، لأن ده عيب. طيب، وضع الإدارة الحاكمة في السودان، رجعوا الجيش حكم ثنائي. هنا بقى انضمام مصر لعضوية المنظمات الدولية اللي صح. ليه؟ لأن ده ميزة مش عيب. الفريق التاني بيقول احنا ما حققناش الاستقلال، استثني منهم مين؟ كله ده ما حققلكش الاستقلال الا انضمام مصر للمنظمات الدولية، دخولها في مايو 37 عصبة الأمم المتحدة. خلي بالك معايا، بيقول أي من الآتي يستثنى من أسباب رفض العرب لقرارات لجنة بيل. احنا عارفين بيل قال ايه؟ قال دولة عربية في الصحراء، دولة يهودية من جنوب لبنان حتى حدود يافا، القدس إدارة بالإنجليزي، يبقى إدارة إيه؟ إنجليزية. طيب، إحنا ما وافقناش على التقسيم ليه؟ لأنه تقسيم ظلم، كلنا حافظينه، عطاهم المناطق المميزة. هل تحول اللاجئ إلى مالكا للأرض؟ طبعا هو ده بيل قال كده. تخصيص أفضل الأراضي لليهود، اللي هي أفضل الأراضي لليهود، صح. تفتيت وحدة الوطن الفلسطيني، الكلام ده كله احنا معترضين على بيل عشان كده. لكن هل احنا نستثني منهم منح اليهود السيطرة على القدس؟ هل بيل قال لليهود هتاخدوا القدس؟ يبقى الكلام ده قاله بيل، دي قالها ودي عملها ودي عملها، دي ما عملهاش. يبقى دي الإجابة ألف، اللي هي منح اليهود السيطرة على القدس. لأن بيل ده السيطرة على القدس دي اللي هي إدارة دولية جالتها تقسيم 47، وهنا قال لا، ده القدس دي هتبقى تحت الإدارة الإنجليزية نظرا لأهميتها الدينية. طيب، بيقول انتشرت ظاهرة التسحب، وجايب لك مفهومها. تسحب هروب الفلاحين من الأراضي الزراعية في الريف المصري منذ القرن ال17، يبقى الدولة العثمانية. أي من الأسباب التالية لا يمكن إرجاع الظاهرة السابقة ليها. خلي بالك، أنا ليه بشرح الجزئيات دي؟ بوريك في النماذج الاسترشادية هو بيقول إيه؟ اجرى على مهلك. هو بيقول لك لا يمكن، يعني السؤال ده أهو دايما كلمة استثناء، لا يمكن إرجاع الظاهرة، يعني مش دي حاجة خلت الفلاح زعلان. طب ندور كده. النظام المتبع في إدارة الملكية ما تمشيش، لأن ده عيب من عيوب النظام، اللي هو ملكية الانتفاع. الزامهم بدفع الأتوات اللي هي ضريبة الالتزام، وقوعهم فريسة للملتزم وحكام الأقاليم. الحاجة الوحيدة اللي احنا لا يمكن إرجاعها لهذه الظاهرة الحاقهم بمدارس تعليم أمور الزراعة، دي ما كانتش موجودة. فاهمني؟ يبقى الكلام ده موجود ما عدا دي. بيقول لك عمل الإنجليز بعد احتلالهم لمصر على ربط اقتصادها بعجلة الاقتصاد البريطاني. واحدة من الإجراءات البريطانية لا تنطبق، ما تنطبقش على الكلام ده. بيقول لك إن إنجلترا عملت ده كله، بس في إجراء ما ينطبقش عليه. رقم 1، ده سؤال الاستبعاد هتجاوبه بدون مذاكرة. خلي بالك النماذج الاسترشادية بس إنك تركز هتحل. يعني بيقول ايه؟ الاهتمام بالمحاصيل الزراعيه وخاصه قطن، انجلترا عملت الكلام ده. احتكار اصدار الاوراق الماليه، ده شيء اقتصادي، البنك الاهلي. اهمال الصناعات، يا جماعه هو عمل ايه؟ جاب لك الصناعه وحاجه اقتصاديه البنك وحاجه في الزراعه. طب ايه اللي مش متشابه مع دول؟ اقامه مجلس شورى النواب والمديريات، لان الكلام ده ملوش علاقه بالاقتصاد، دي الحياه النيابيه. يبقى الاجابه رقم د اهو، بسياسة الاستبعاد. يعني احنا مش محتاجة ان انا ابقى ايه مذاكر، انا بركز، وذلك ما تجلكش من النظام الجديد. خلاص، واحنا هنتكلم مع بعض. ادي النماذج اهي اللي جايه على شكلها الامتحان. بيقول ايه؟ خلي بالك معايا. ترتب على قبول الحكومة المصرية لتصريح 28 فبراير آثار سياسية ليس منها، يعني كله ده آثاره سياسية بس مفيش علاقة باللي جاي. يعني مثلا أولا حق
مصر في وضع الدستور احنا لينا دستور 23، لا دي منها. دخول الليبرالية ايوه دخلنا بعد الدستور لان الامة مصدر السلطان. الكلام بقى يا حبيبي الاستبعاد ما بين عمل انتخابات حقيقية ولا تحقيق الاستقلال الوطني. هتقول لي يا مستر في ناس متناقضة في الإجابة دي. الإجابة دي يا بابا هي عمل انتخابات حقيقية. ليه بقى؟ أولا أنت حققت الاستقلال الوطني ماشي بس بسبب التحفظات، لكن أنت ما عملتش انتخابات حقيقية نتيجة التصريح، لأن الانتخابات دي دمت بعد دستور 23. يعني تحقيق الاستقلال حصل استقلال. هتقول لي طب ما هو مستر بس مش تام، بس حصل استقلال. يبقى دخولنا الليبراليه تحقيق استقلال حق مصر دول اهو، لكن الاجابه عمل انتخابات حقيقيه لان الانتخابات تم. اصل التصريح ما يعملكش انتخابات بعد دستور 23، لان في طلبه بتقول لي في ناس متجاوباها تحقيق الاستقلال الوطني. انا وجهه نظري لا طبعا عمل انتخابات حقيقيه، والكلام ده بالمنطق بالاقناع. طيب يستثنى من اهداف محمد علي من ضم السودان. انا جايب كل الاستثناءات في النماذج. يستثنى يعني نستبعد منه. هو رايح لاهداف دي مش منهم. تجنيد السودانيين لا راح يجند السودانيين. تنشيط التجاره راح يروج التجاره بالاستبعاد اهو. متابعه المماليك اهو. يا عم انا مش مذاكر انا جاري بس اهو. بناء المدن. هو ما كانش رايح محمد علي عشان يبني مدن، هو بنى العاصمه بعد كده الخرطوم ومدينه كسل على النيل الازرق، لكن ده لما راح عشان يحقق سيطره السلطه المركزيه. يبقى الاجابه بناء المدن، يعني دول هو رايح لهم ما عدا دي بناء المدن الجديده. طيب يقول المستشار الالماني بسمارك ان البعض قد يستفيد من تجاربه، اما انا فافضل ان استفيد من تجارب الاخرين. يعني كل واحد بيستفيد من تجاربه الشخصيه. الغلط ماشي، اسال مجرب ولا تسال طبيب. انا افضل استجيب من تجارب الاخرين. هو بيقول لك احنا نستبعد الكلام ده. خالف محمد علي باشا راي بسمارك عندما يعني استفاد من تجاربه هو محمد علي، هو مش عايز يستفيد من الاخرين. بسمارك بيقول البعض يستفيد من تجاربه، انا افضل استجيب من تجارب الاخرين. محمد علي ما طبقش تجارب الاخرين، طبق الكلام على نفسه. محمد علي استفاد من نفسه في ايه بقى؟ رفض مشروع القناه ده كده، ده هو ما عملش زي روسيا لما كانت بتدخل في التركه اني لا اريد بوسفورا، الكلام ده غلط. اقام الاستحكامات ده هو استفاد من تجربه المماليك. خلاص اتجه لبناء قوة عسكرية نظامية ولا استبعد تجنيد الترك؟ طبعا استبعاد تجنيد الترك والأرناؤوط. ليه؟ لأن محمد علي اعتمد عليهم وتمردوا عليه وكانوا يخلعوه من مصر 15. يبقى هو استفاد من تجربته. اللي جه خالف الكلام ده عباس. طب بيقول صار خلفاء محمد علي أبنائه على خطاف بناء القوى الذاتية. يستبعد من مضمون العبارة، يعني أولاد محمد علي مشوا زيه في بناء القوى الذاتية، بس نستبعد إيه؟ هل وضع أطر لتطوير لا عملوا طوروا النقل وخاصة في سعيد. المحافظة على السياسة التوسعية اسماعيل توسع. الاستعانة بالمصريين استعانوا. بالاستبعاد نختار إيه؟ إبقاء دور الدولة. إحنا قلنا أصل خلفاء محمد علي يعني إيه؟ سقوط الاحتكار. الدولة كانت حاطة مناخيرها في كل حاجة، جت الدولة شالت إيه؟ ايدها، اللي هو ان الدولة تتخلى عن وسائل العملية الانتاجية، اللي هو انهاء دور الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي. خلاص لانك انت طبقت سياسة سقوط الاحتكار اللي هي سياسة الباب المفتوح. كله ده عملوه ولاده ما عدا دي، لان دور الدولة انتهى بسقوط الاحتكار. خلاص. طيب نخش بقى على السؤال اللي دايما يجيني يا مستر لغاية دلوقتي يا جماعة للأسف. القرن وربع القرن وثمن القرن وتلتين القرن. يا جماعه انا اجيب لك ان الاسترشادي كله اللي يجيب لك فيه القرون اهو عشان ادربك عليها. احنا متفقين نتذكر تاني. احنا بص خلي بالك معايا 1805 اي تاريخ 4 ارقام تاريخ ميلادي. احنا قلنا 1805. انا ليه منجي التاريخ ده؟ الطلبه كلها عارفاه
اختيار محمد علي في دار المحكمة. يا جماعة أنا بكتبها على الورقة، ما تخافش، في الكراسة اللي بتحل منها وتنقل للبابل شيت. هو جايب تاريخ، أنا بترجمه، بفك شفرته. أنت عايز إيه؟ أنا عندي 4 تواريخ. 1805. الاتنين الشمال دول هعرفك القرن، بزود واحدة يبقى ده مطلع القرن ال19. 2 اليمين بيعرفني العقد. احنا في 5، ما انا من 1 ل10 بعد اسمه العقد الاول، بزود واحد بقى بعد كده. من 10 ل20 التاني، 20 ل30 التالت، 30 ل40 بالترتيب. يبقى ده اسمه من 1 ل10. احنا في 5 اهو، يبقى ده اسمه العقد الاول من القرن ال19. يبقى الشمال بيعرفني القرن، بزود واحد. العقد بيعرفوني الاثنين اليمين دول حاجه 13، يبقى العقد الثاني. 21 العقد الثالث، 31 العقد الرابع، بزود واحد على طول. طب كويس. طبعا من 1 ل 49 اسمه النص الاول من القرن. من 51 لغايه 99 ده يعتبر النص الثاني. 50 منتصف القرن. خلاص، يبقى من 1 ل 49 ده النص الاول. جالك 1850، لا ده منتصف القرن ال19. طب حاجه بقى 1853 حرب القرم، ده في النص الثاني من القرن ال19، لان انا عديت ال50 لغايه 1899. تمام. طب الربع الاول من، طبعا دي سهله، من 1 ل 25. خلاص، الربع الاول من القرن، يعني محمد علي وصل للحكم مصر في الربع الاول من القرن ال19. طب دخلت مثلا تركيا، اعلنت علينا الحمايه 1914، الربع الاول من القرن ال20. خلاص، على هذا الكلام هنبدا نتدرب انا وانت. انا جايب لك كل الاختيارات في النماذج اللي جايه كده. بص يا بابا، بيقول لك ايه؟ ظهر اول تاثير سياسي للحملة الفرنسية على الشعب المصري مع مطلع القرن ال19. يبقى الكلام ده في حكم محمد علي، لأنه مطلع القرن يعني من 1800 ل 1850. خلاص، في الجزء ده تأثيره السياسي، ما هو ده اسمه مطلع القرن ال19 1800. طب كويس. محمد علي مسك الحكم 1805. الحملة الفرنسية كانت أشركتنا في الديوان العام. هل، خلي بالك معايا، هو مطلع القرن ال19 هو عايز ظهر أول، يعني أول موقف عزل خورشيد وتعيين محمد علي. لا، ده الموقف الأخير مش أول موقف. الحاق الهزيمة بحملة فريزر ما ينفعش، لأن ده 1807. تمام. خورشيد كان 5 في مايو. هنا بقى الإجابة ما بين الاثنين. هل تحدي قرار السلطان بتعيينه على جدة؟ ده كان في 3 مايو 5. كان قبليها هم عرضوا خروج الجند الألبان والأرناؤوط وعلى رأسهم زعيمهم محمد علي. يبقى الإجابة دي. هو بص بالاستبعاد، الشمال دول مستبعدين خلاص. هو المشكلة جاب لك ايه؟ ظهر أول تأثير سياسي. أول تأثير سياسي. تعرف لو جاب ثورة الشعب المصري ضد المماليك كانت تبقى هي، لأن أنا باخدهم بترتيب الأحداث. خلي بالك، سؤال جميل جدا ده، ومن الأسئلة اللي يعني في النماذج فيها تركة شوية. اختلف الموقف الإنجليزي من الوجود الإيطالي في ليبيا أواخر العقد الرابع من القرن ال20. فك الشفرة، احنا متفقين لسه جايلين العقد الرابع، يبقى من 30 ل 1940. هو عايز ايه؟ اواخر العقد، يعني من 1930 وانت طالع 35 37. ماشي، انت عايز ايه؟ اختلف الموقف الانجليزي عن الوجود الايطالي في ليبيا عن بدايته. عن بدايته يعني يا باشا لما ايطاليا راحت احتلت ليبيا 1912، بسبب انجلترا في الاول كانت مؤيده وجود ايطاليا في ليبيا. في البدايه دي كانت متفقه معاها. طب اختلف موقف انجلترا بسبب ايه بقى؟ في الثلاثينيات. الثلاثينيات دي انت لو وصلت لها هتجاوب صح. هل تأييد الملك فاروق في مصر لايطاليا؟ لا،
انجلترا ما اختلفتش عشان كده. تهديد طرق التجاره في الهند دي مستبعده خالص. الصراع مع فرنسا، بص، ب وده المستبعدين نهائيا، ما لهمش علاقه. العلاقه بين الف وجيم. شوف يا بابا، محاصره الوجود الانجليزي في وادي النيل لما ايطاليا احتلت الحبشه 35 وهددت وجود انجلترا في وادي النيل، فبدات انجلترا تخاف من الوجود الايطالي لانها تهددها في وادي النيل لما ايطاليا احتلت الحبشه. طيب، بيقول لي امامك احد رموز الحراك الوطني المصري في بدايه القرن العشرين، في عهد من حكام مصر طبق هذا الرمز؟ طبعا ده سؤال سهل جدا. الرمز ده الهلال والصليب اللي هي الوحده الوطنيه. الوحده الوطنيه ده ايقونه الثوره، شعار الثوره فين؟ في ثوره 19. طب في الثوره دي لما قامت 19 حكم مصر سنه 19 مين؟ ودي عندك في المفاهيم من الاخر حكام مصر في الجدول: عباس حلمي بره اللعبه، توفيق بره اللعبتين، هي ما بين فؤاد والملك فاروق. طبعا الثوره قامت في عصر الملك احمد فؤاد الاول، يستبعد فاروق نهائيا. فاروق مسك 36. ده سؤال سهل خالص. طيب، بيقول لي كخطوه فعليه لتحجيم انتشار ظاهره الاقطاع في مصر في الربع الاول من القرن العشرين. طب حلو خالص. احنا عارفين الربع الاول لسه جايلين من 1900 ل 1925. انا الكلام ده قامت حكومة الشعب. حكومة الشعب دي تفهمني اللي هي وزارة سعد، اول وزارة شعبية. طيب، احنا عايزين ظاهرة ايه؟ الاقطاع، خاصة بايه؟ بالزراعة. اول ما انا قلت خاصة بالزراعة انا جاوبت كده. ليه؟ انا ترجمت السؤال الاقطاع وحكومة الشعب والربع الاول. الكلام ده وضح لي الاجابة. تعالى كده، هل فصل العملة ده جراء اقتصادي؟ تمصير الإدارة ده شيء إداري. زيادة ميزانية المعارف ده تعليمي ثقافي. أهو تمليك الأراضي لصغار الفلاحين، لأن ما هو الوزارة الشعبية أول ما جاء حكومة الشعب يا جماعة خلاص. أنا لو فاهم، بص، أول وزارة شعبية سعد، أول ائتلاف عدل يكن، أول وزارة ثورية، وزارة وطنية اللي هي وزارة البارودي اللي جاب فيها أحمد عرابي وزير للحربية. فهو عايز وزارة شعبية تمليك الأراضي. طيب، أي من إجراءات الحملة الفرنسية التالية جاءت لنتيجة توقف الحركة التجارية في موانئ الشمال المصري؟ الشمال المصري باسكندرية على طول، في أواخر القرن الثامن عشر. أواخر القرن الثامن عشر اللي هي مجيء الحملة. هل أنا عايز حركة تجارة في موانئ؟ هل الاشتباك مع المماليك في إمبابة؟ ده مالوش علاقة بالتجارة. عودة نابليون سرا؟ ملاش علاقة خالص. فتح العديد من الأسواق المصرية في دارفور ولا سعي نابليون لمخاطبة ود شريف مكة؟ طبعا سعي نابليون. لما نابليون لقى الدنيا متجفلة شمال فوق اتجه شرقا، وكان أول من فكر نابليون وأول من نفذ في تنشيط التجارة مينو. طيب، بيقول لي تأمين المجال الحيوي أحد أبعاد السياسة التوسعية عند محمد علي في النصف الأول من القرن ال19. احنا متفقين طبعا محمد علي في النصف الأول، لذلك ابتعد المضمون العبارة عن تفكير محمد علي عندما أراد ضم. يعني هو محمد علي عايز يضم المجال الحيوي. انت عارف المجال الحيوي السودان والشام، تمام؟ حلو. السودان مجالنا الحيوي جنوبا والشام شمال شرق. هو بيقول لك ضم مين؟ استبعد عن الكلام ده. طب نمشي بالاستبعاد. النيل الازرق السودان ما تمشيش، عكا الشام ما تمشيش، ده كله مجال حيوي. ساحل سوريا الكبرى نفس الكلام ينطبق على عكا. بالاستبعاد. يا صديقي، 100 100 يا شباب. رأس الخليج العربي. شوف بالاستبعاد ترجمنا السؤال. هو راجل بيأمن مجاله الحيوي، تستبعد مين من مجاله الحيوي؟ رأس الخليج ملاش علاقة بمجاله الحيوي. بغرض تحجيم التطلعات التوسعية الإنجليزية لقلب القارة الأفريقية في أواخر القرن التاسع عشر. أواخر القرن التاسع عشر يعني 1880 و90 قام الفرنسيين يعني عشان
انجلترا ما تتوغلش القلب افريقيا. انا عندي على طول عارف ان حادثه فاشوده 1898، احنا فاكرين لما قلت لك فاشوده كانت فرنسا كل هدفها تمنع انجلترا ان تتوغل في قلب افريقيا، ونفس الكلام ده كتب بعد مؤتمر الجزيره ان المانيا عايزه تمنع فرنسا في التوغل في قلب مراكش. طب ايه اللي حصل؟ بيقول لك بغرض ان احنا نوقف فرنسا عملت ايه؟ هل مظاهره بحريه قرب الشاطئ؟ الانضمام للتحالف بره اللعبه خالص؟ احتلال مناطق هامه في القرن الافريقي؟ ولا بسط سيطرتها على مدينه فاشوده السودانيه عشان تمنع انجلترا في التوغل؟ بيقول لي كانت بمثابه باكوره. وانا في الحصص الشرح فاكرين في السنتر او الاونلاين بقيت اقول لك اوعى تجراها بكوره، تحياتنا للنادي الاهلي، فاهمني؟ لانك انت ممكن تجراها كان بمثابه بكوره. كوره يا برنس. التوصيات الصادره، باكوره يعني مقدمه، الصادره من المراقبين الانجليزي والفرنسي اللي هو المراقبين الثنائيين في الربع الاخير من القرن التاسع عشر. احنا اتفقنا الربع الاخير من ال19 بيبدا من 75 ل 1899. في الفتره دي هل الغاء قانون المقابله؟ لا، قانون المقابله ما كانش بدايه التوصيات، ده قانون المقابله بسبب قانون التصفيه. تشكيل المجلس الاعلى للماليه؟ لا طبعا، لان التشكيل هو عايز مقدمه التوصيات اللي هي ايه بقى؟ بيع نصيب مصر من الارباح. ده ينطبق على نفس الكلام قانون المقابله، لان ده قانون التصفيه اللي صدروه في 6 يناير 14 3 مارس. 6 الغوا المقابله، 14 باعوا الارباح، 3 مارس شكلوا اللجنه. اهو باكوره التوصيات احضار لجنه لمعرفه اسباب العجز في الايرادات اللي هي لجنه التحقيق الاوروبيه 1878. طيب حقق النظام الاقتصادي الذي تبناه والي مصر في النصف الاول من القرن التاسع عشر. طبعا والي مصر في النصف الاول محاميه على طول محمد ابو علي. فائضا في الميزان التجاري، ده احنا حليناه 300 مره. يعزي ذلك الى ازاي محمد علي حقق الفائض؟ طيب هل اقامه شركات اقتصاديه دوليه؟ محمد علي عمل شركات اقتصاديه لما كان مطبق الاحتكار بره اللعبه. محاكاه النظم الاوروبيه؟ بالعكس، نطبق الاحتكار. دعم الدوله العثمانيه؟ لا. يبقى بدون كلام احتكار الدوله، تجاره الواردات وزي احنا قلنا اي دوله عايزه تبقى صادراتها اكتر من وارداتها، فمحمد علي يختلف عن الباي محمد الصادق. الباي في تونس انه ده راجل حقق فائضا في ميزان المدفوعات. السؤال اللي بعد كده بيقول كانوا بمثابه حجر عقبه امام اتمام المسار الدستوري، المسار النيابي، بعد منتصف العقد الثالث من القرن العشرين. يعني خلي بالك احنا قلنا العقد الثالث من القرن العشرين. العقد الاول بيبدا منين؟ من 1901 ل 10، الثاني من 10 ل 20، الثالث من 20 ل 30. يبقى هو بيتكلم من 1920 ل 1930. ماشي؟ مين في الوقت ده؟ طبعا هيبقى دور بدون كلام ينطبق مضمون العبارة السابقة. في الفترة دي فاكر انجلترا كانت بتدخل بعد وفاة مقتل السير ليستاك وانتكست جذوة الحركة الوطنية وبدأت تستخدم القوة اللي تمنع سعد من تشكيل الوزارة، وبعد كده جبنا وزارة ائتلافية. يبقى مين اللي كانت بتدخل في الفترة دي؟ على طول الانجليز، لا العثمانيين ولا الفرنسيين ولا الالمان. يعني العثمانيين والالمان مستبعدة خالص. طيب عادت انجلترا وفرنسا للتذرع بديونها تحجج المستحقة في العقد التاسع من القرن ال19. لازم نفك الشفرة دي. اجي فوق العقد التاسع، كنا المستر بيقول من 1880 ل 1890، ده اسمه العقد التاسع. يبقى عندي الجزئية بتاعت ايه بقى؟ برافو، سامع ناس بتقول اهي المذكرة المشتركة الاولى والثانية. طيب هل في الفترة دي انجلترا اتحججت بديونها؟ تزايد المطالب الفئويه للضباط بره الموضوع، تحول الضباط لثوره شعبيه ما تحولوش الى ثوره شعبيه. هل هي تحججت بتخوفها من محاوله الضباط خلع الخديوي؟ لا، ما ينفعش. اللي ينفع فشلوها في التخلص من التجربه النيابيه المصريه الصاعده لما المذكره المشتركه
الأولى لما بعتت المذكرة المشتركة الأولى. طيب، تضاربت المصالح في قارة أوروبا خلال الربع الأخير من القرن ال19. احنا متفقين الربع الأخير من 1875 ل 1899، ده الربع الأخير اهو. طب الفترة دي عايزين اختلاء. بص يا بابا، في قارة أوروبا احنا متفقين تضارب المصالح الأوروبية في الفترة دي. هل صراعات محلية بره الموضوع، حروب أهلية بره الموضوع، ده الثورة الصناعية جاب لها ب100 سنة، يبقى الكلام ده غلط. شوف بالاستبعاد، اختلال التوازن الدولي لما روسيا غلبت تركيا. ما يا اخوانا احنا مصالح اوروبا لما في مؤتمر برلين ظبطوا الدنيا على حساب رجل اوروبا المريض. احنا قلنا اختلال التوازن مرتين، مره في نصيبين، ونصيبين دي 1839. هنا عايزوا الربع الاخير يبقى على طول حته مؤتمر برلين اختلال التوازن. طيب، ارتبط وجود انجلترا في جنوب شرق شبه الجزيره اواخر القرن الثامن عشر. انجلترا وجدت في جنوب شرق شبه الجزيره اللي هي على طول اواخر القرن التاسع عشر، يعني 1700. الحمله جت 98 في الوقت ده، ما دخلناش احنا ل 1800، اصل هو عايز اواخر القرن ال 18. هل القضاء على الدوله السعوديه الاولى؟ لا. الصراع في جنوب غرب شبه الجزيره ملوش علاقه. هو الصراع الانجلو فرنسي على طرق التجاره، لان التنافس الاستعماري في شرق اسيا برضه لا. لان الكلام ده يا بابا لما راحت عملت انجلترا، لما لقت فرنسا ظهرت ترحل سلطان عمان في اكتوبر 98، وراحت جالت له 3 اتفاقات منع التجاره. يبقى ايه المنافسه؟ الصراع الانجلو فرنسي. التقت أهداف سياسات أسبانيا وفرنسا بالمغرب خلال العقد الثالث من القرن العشرين. العقد الثالث يعني من 20 ل 1930. في الفترة دي كان مين؟ السيد محمد عبد الكريم ولا محمد الخامس؟ لا، محمد عبد الكريم الخطابي اللي جنب ثورة 22. شوف أنا ترجمت خلاص، أنا وصلت الإجابة كده. ليه؟ هل نفي محمد؟ لا. معارضة أطماع ألمانيا ملهاش علاقة، ده في النصف الأول، العقد الأول. وضع طنجة تحت الإدارة الدولية نفس الكلام، ماشي، 1912، ده في العقد الثاني. هو عايز العقد الثالث، يبقى نستخدم القضاء على حركة المقاومة اللي هي فرنسا تعاونت مع اسبانيا عشان يقضوا عليه. طيب، استخدم محمد علي سياسة فرق تسد خلال العقد الأول من القرن ال 19. العقد الأول اللي قلنا ايه؟ من 1800 ل 1810، ماشي. حيث عمل ايه هو عشان سياسه فرق تسد؟ التحالف الانجليزي المملوكي لا، تطلعات بكوات المماليك لا، التحالف الانجليزي العثماني برضو. شوف بس اهو اول صك اجتماعي. هو محمد علي استخدم سياسه فرق تسد مع الزعامه الشعبيه اللي فرضوا عليه القيود في اول صك اجتماعي في دار المحكمه. يمكن خلي بالك بقى عشان الكلام ده أثار بعض المشاكل مع الطلبة معايا في النموذج الاسترشادي. بيقول لي يكمن وجه النقد الموجه للسياسة التعليمية في مصر خلال النص الأول من القرن ال19. خلي بالكم يا جماعة، الناس ما خدتش بالها من الكلمة دي، النص الأول. النقد إيه؟ لأن في طلبة بتقول لي ده فلان وعلان، أنا ماليش طبعا علاقة بالكلام ده. أنا بجاوب بمنطقي وبقناعاتي الشخصية، بستبعد وبشوف، ومعايا طبعا كتاب المدرسة هو اللي أساس لينا. خلاص، بص يا ابو، الأزهر التعليمي بره الموضوع. إرسال البعثات طبعا العلمية ده مش عيب، خلاص. الطلبة بتقول لي يا مستر في ناس مجاوبها كتير تعميق ازدواجية الثقافة. لا، الكلام ده غلط. ليه بقى؟ انت مش واخد بالك. النص الاول تعميق الازدواجية الثقافة كانت في عصر عباس وسعيد، مش عصر محمد علي. محمد علي بص يا بابا بانت الازدواجية. ما احنا قلنا لو انت فاكر الشرح اللي انا كنت بشرحه، فيديوهات المراجعة وعندك موجودة، كنت بقول لك دايما الازدواجية دي شجرة جذورها الحملة بانت في محمد علي، تعمقت عباس وسعيد، وجهها اسماعيل. هو هنا عايز يا اخوانا ايه؟
النقد ان محمد علي ربط التعليم باهداف محدده، لان محمد علي لما كان ربط التعليم بالسياسه العسكريه، لما الجيش اهمل هو بدا يهمل التعليم في نهايه عهده. فاهمني؟ انك تربط التعليم باهداف محدده، لا، التعليم ما نقدرش نربطه بهدف، لان التعليم يخدم جميع الاهداف. تمام. صديق عدو عدوي، تعاملت الجمهوريه الرابعه الفرنسيه اللي هو جيموليه، لان احنا عارفين ان جيموليه هو اللي مؤسس الجمهوريه، مع بدايه النصف الثاني من القرن العشرين، النص الثاني من القرن العشرين يعني من 1950 وانت طالع فوق. هل مع هيئه الامم المتحده جيموليه ملوش علاقه بالامم، مع سلطان مراكش ملوش علاقه، مع علماء الجزائر ملوش، هو في ثوره 52 لما اشترك ضمن العدوان الثلاثي، لان مصر كانت تساند ثوره الجزائر. هو تعامل عدو عدوي حبيبي. طيب خلي بالك بقى معايا، انا جايب لك كذا نموذج لاسئله مقاليه عشان اوريك برضو ازاي نفكر، ازاي نحل. طبعا الفيديو ده يا جماعه مهم جدا اللي انا شرحته عشان تفهم طريقه الحل ايه، لان انا معتمد هنا على النماذج الاسترشاديه. بيقول لي، يقول المثل: الذكي هو من لا يجتمع عليه خصومه في وقت واحد. حدد كيف كانت مخالفة محمد علي لهذا المثل سببا في انهيار دولته التي سعى إلى تكوينها. يا إخوانا الأسئلة المقالية ما تجلكش، وممكن تعتمد على كراسة المفاهيم فيها، بس إحنا عشان ما نتعطلش إحنا نبقى فاهمين السؤال ونتأكد منه. بص يا بابا، هو بيقول لك الذكي اللي ما يخليش الخصوم كلها تجتمع عليه مرة واحدة. محمد علي خالف الكلام ده إزاي؟ طب خلي بالك معايا. واحد، مش محمد علي طبعا معاك كشكولك يا بابا وقلمك، وحاول بقدر الامكان اكتب الاجابات دي وافهمها، هي مش هتيجي بالنص بس انا بوريك الفكره. يعني اول حاجه محمد علي خصومه: واحد، انه جمع السلاح من الامراء الاقطاعيين، فرض التجنيد الاجباري هناك في الشام، يبقى ده زعل اهل مين؟ الشام، يبقى سياسته في الشام زعلت الناس منه. اتنين، انه بدأ يحارب السلطان العثماني في موقعة ناصبين، فالسلطان استنجد بالدولة الأوروبية ففرضوا عليه تسوية لندن. كل الخصوم دي اتجمعت على محمد علي في توقيت واحد. يبقى الشاطر ان انا ما جمعش ضدي الشام والسلطان والدول الأوروبية. طيب، التاريخ لا تصنعه المصادفة، ولكن تتجمع عدة عوامل لتصنع الحدث التاريخي. التاريخ مش همجوني، التاريخ فيه سبب بيحركه. القطرة التي فاضت من الإناء، القشة التي قسمت ظهر البعير، يعني التاريخ دايما بتحركه أحداث. هو عايز كيف تنطبق هذه العبارة على أسباب الثورة العربية الكبرى في فلسطين 36. هل العرب كده صاروا بس؟ يا بابا ارجع مش فاهم، ارجع للتاريخ قبل 36. كان حصل 1935 ايه؟ هتقول له اجتماع اللجنة العربية العليا وقدمت مطالبها لإنجلترا بسبب تدفق اليهود الألمان. القادة العرب اجتمعوا وقالوا لإنجلترا عايزين بطاقة ومنع الهجرة واصدار قوانين الأفدنة الخمسة زي مصر، بعتوها لإنجلترا، يبقى إنجلترا رفض قرارات اللجنة العربية. اثنين، سياسة بريطانيا في فلسطين يا جماعة. هاتوا كل اللي مزعلنا إن من حزل اليهود، مصر على وعد بلفور. رقم 3، السماح بانتقال الأرض، فتح باب فلسطين. يعني هات كل الإجراءات اللي أنت مضايقانا من بريطانيا. طيب، السؤال 3، دلل على صحة هذه العبارة تاريخيا. أنا لسه مجاوبها بطريقة غير مباشرة. مرت ازدواجية الثقافة والفكر في مصر خلال القرن التاسع عشر بثلاث مراحل. ماشي؟ بثلاث مراحل. أنا هو كده عايز إيه؟ الثلاث مراحل اللي مرت بيهم ازدواجية الثقافة خلال القرن ال19. يبقى نقول المجمع العلمي هو اللي بدأ لما جابوا العلماء. 2، محمد علي لما استعان بأبناء الأزهر. 3، خلفاء محمد علي عمقوا ازدواجية الثقافة لما عملوا المدارس التبشيرية والتحق بها أبناء المصريين. دايما يا إخواننا الإجابة تبقى في عناصر، لأنه هو هيوزع لك الدرجات حسب كده، لأنه كاتب 3 مراحل لازم التزم بالكلمة دي. خلي بالك في المقال الكلمة 3 مراحل دل بمثالين ب4 أمثلة، حتى لو مش عارف انت فنطهم بأي طريقة. بص يا بابا،
سيطرة فكر تحقيق الوحدة العربية. السؤال ده جاوبناه 20 مرة في المراجعات. على فكر القيادة السياسية في مصر خلال النصف الأول من القرن ال19 والنصف الأول من القرن العشرين. حدد القيادة التي زعت وأسلوب تفكيرها. هو جايب السؤال على شقين. القرن ال19 على طول هيبقى محمد علي إنه يعمل رابطة عربية. القرن العشرين هيبقى الشريف حسين الاستقلال عن الدولة العثمانية. القرن العشرين برضو هنمسك مصطفى النحاس لما دعا لإنشاء جامعة الدول العربية. في ناس بعتلي بتقول يا مستر السؤال ده ليه ما نقولش علي بيك الكبير؟ علي بيك الكبير هقول لك خد جشر دي واوعى البذر برضه. ليه جشر دي واوعى البذر؟ يا اخوانا ده بيقول لك ايه القرن 19 ده علي بيك الكبير في نهايه القرن ال18. يا لهوي هو محمد علي بيك كان في نهايه ال18؟ بس انا ما خدتش بالي. لا باخد بالك. فهمنا يا نجم النجوم. بص يا حبيبي هو محدد 19 و20 ما طلعش بره دول. طب نجحت الزعامه الشعبيه المصريه في فرض ارادتها خلال العقد الاول من القرن ال19. يعني من 1800 نترجم السؤال من 1800 لغايه العقد الاول ل 1810 في مواجهه اهداف انجلترا وطموحاتها وطموحات المماليك وسيطره الدوله العثمانيه. استشهد على صدق العباره بعده مواقف قامت بها الزعامه الشعبيه. خلي بالك الاسئله دي تيجي بالطريقه كده. هو عايز موقف واحد ولا عده مواقف؟ يعني هو عايز يقول لك ايه الزعامه الشعبيه عملت ايه في مواجهه المماليك الانجليز العثمانيين. واحد، الزعامه الشعبيه يا جماعه اختارت محمد علي في دار المحكمه. اثنين، تمسكت بمحمد علي مكان هنقولوه الى ولايه سالونيك. 6. 3، تصدت لحمله فريزر مارس 7. تمام كده؟ ادي الثلاث مواقف والتزمت انا بايه؟ بالعقد الاول. خلاص برضو نفس الكلام. هو نابليون وثوره القاهره الاولى. يا اخوانا التاريخ رابطني بده. نابليون مين يا برنس؟ ثوره القاهره الاولى ايه اللي كانت سنه 1798 ملهاش علاقه بنهايه القرن ال18. طيب كان محمد علي بعيد النظر عندما تطلع لوحدة مصر ومجالها الحيوي الشمال الشرقي. احنا قلنا محمد علي من زمان عايز بلاد الشام وعمل كذا محاولة. ما هو ده الشمال الشرقي يبقى الشام. دلل على العبارة من خلال جهود القيادة المصرية قبل وأثناء حرب أكتوبر. ومحمد علي كان يدرك أهمية الشام كمجال حيوي. هو مش عايز محمد علي، هو عايز القيادة المصرية قبل وأثناء الحرب. طبعا احنا قبل الحرب اكتوبر 73 القياده المصريه تطلعت للاتحاد مع سوريا. ما ده سبب عدوان اسرائيل علينا في 67. احنا فعلنا اتفاقيه الضمان الجماعي. اثناء حرب اكتوبر عملنا حاجه اسمها الاتحاد المشترك تحت قياده المشير احمد اسماعيل في يونيو 72. يبقى الولد تروح كاتب له عنصرين. الاول هو عايز قبل الحرب اثناء الحرب، القبل على طول اللي هي اتفاقيه الدفاع. 73 اتحاد مشترك بيننا وبين سوريا. طيب بصوا للسؤال اللي جاي. تدخلت بريطانيا في الشؤون المصريه عده مرات فاقل من 10 سنوات منذ 98 حتى 1807. ده راجل برنس حدد لك الزمن. يعني عايز دور انجلترا اثناء الحمله ومحمد ابو علي. طيب دلل تاريخيا. طب نعد مع بعض. تدخلت انجلترا في الشؤون المصريه 1798 موقعة أبقير البحرية. شوف أنا ماشي بالتسلسل الزمني. 2، تدخلها في اتفاقية العريش. تمام. إيه كمان تاني؟ كمان أمدت أهالي عكا بالموان والذخائر. شغال. بل أنها 1807 تدخلت بريطانيا في الشؤون المصرية. حاولت نقل محمد علي لما طلبت من السلطان انه يجيب ال1000 وما كانش كده ينقلوا اي ولايه. 5، ارسلت حمله فريزر. شايف بترتيب المواقف. انا مشيت بدماغي دور انجلترا في مواجهه الحمله مين ودورها في مواجهه محمد علي. نكتبهم مع بعض ونركز عليهم. طيب حاول الاستعمار الاوروبي، ده طبعا ده سؤال مباشر وما يجيش بالطريقه دي. في مطلع القرن العشرين فكرة العروبة مستخدمة للعديد من السياسات. الراجل حب ايه؟ عايز يقول لك ان احنا هنجيب سياسة من السياسات.
اللي هم الثمانية. فاكر سياسات الاستعمار فترت ما بين الحربين؟ التقسيم، الجنسية، النعرات، الطائفية، التعليمية، السياسية، العنصرية، كمان شغلونا. فاكر؟ هو عايز الثمان سياسات ودول ما يجوش بالطريقة دي ولا. بس هو كده فكرة العروبة انهم عملوا بعض السياسات. طيب. لن تتخلى مصر عن مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني سواء في ظل النظام الملكي او بعد قيام الثورة. يبقى هو عايز قبل الثورة وبعد الثورة. وتولي الزعيم عبد الناصر لذلك دفعت ثمنا غاليا استشهد على صدق العبارة بعدة مواقف للقيادة المصرية. خلي بالك بس معايا على مهلك كده. هو عايز دورنا قبل وبعد. حلل السؤال في دماغك. انا قبل الثورة سندنا فلسطين في ايه؟ احنا رافضين تقسيم 47، ده اول موقف بتاع الامم المتحدة. 2، اشتركنا في حرب فلسطين 48 مما ادى للعدوان علينا. يبقى احنا خلي بالك دفعنا ثمن غالي اهو، هزيمه 48. طب بعد جمال عبد الناصر، طبعا جمال عبد الناصر الراجل كان له مواقفه مع عروبه فلسطين. اولا موقف جمال عبد الناصر خلى اسرائيل اشتركت ضمن العدوان الثلاثي علينا في 56. مواقف برضو جابت لنا ايه؟ لما اغلق ممر خليج العقبه ووقفنا مع سوريا، عدوان 67. يبقى الولد بيكتب له التقسيم و48 و56 و67. طيب السؤال اللي جاي مباشر. كانت خطة إسماعيل باشا ترمي إلى توسيع نطاق استقلال مصر في حكم البلاد الاستقلال التام. قارن بين فرماني 66 و67. هو أصله محدد إيه؟ السؤال في الحتة دي المكاسب السياسية. طبعا إسماعيل مكسب سياسي 66، الوراثة في أكبر أبناء إسماعيل. فاكرين إحنا الفرمانات بتوع إسماعيل بنتذكرهم دايما، مهمين جدا. وراثية، خديوية، عبيلي واديلي. اوعى اوعى. احنا قلنا وراثية 66. 67 خديوية، اصله حصل على سياسي خديوي انه يدير البلد داخليا من حيث الجمارك والبضائع ونقل وشؤون الضبط للجاليات الاجنبية. يبقى تكتب ده نص واحد، وراثية وده خديوية. طيب بيقول لي ظهرت نظرية توازن القوى بعد حروب الثورة الفرنسية تعني ألا تزيد قوى دولة عسكرية عن غيرها. إذ بتصحة النظرية حدثين مرتبطين بمصر في القرن ال19. القرن ال19 حكمني هو من 1800 ل 1899. ايه التوازن؟ انا لسه شارحها يا اخوانا. هو اختلال التوازن مرتين في المنهج كله. مرة لما محمد علي انتصر في نصيبين 39، دول أوروبية دخلت له وفرضت عليه تسوية لندن اللي هي شو محمد علي على الجنبين، تشوية لندن. المرة الثانية لما روسيا غلبت تركيا وفرضت سان ستيفانو وعملوا لنا مؤتمر مين؟ برلين. طيب كانت مصر ثمار السياسة الخارجية لثورة 23 يوليو عربيا وأفريقيا. خلي بالك موقفنا الأفريقي أثناء حرب 73 دلل احنا ناس سندنا، ما سيبناش حد الا موقفنا معاه ماشي، وكله سلف ودين حتى دمع العين. فاحنا هناخد عربيا. العرب الناس اجتمعوا في مؤتمر قمة الخرطوم ودعمونا في حرب 73 بالأموال والسلاح ومنعوا البترول. يبقى ده موقف عربي. أفريقيا الناس ايه؟ أفريقيا شيكا واخواته عملوا ايه جماعة الأفارقة؟ قدروا ثمن ان احنا وقفنا معاهم في حركات الاستقلال لما قامت ثورة 52. عملوا افريقيا 22 دولة قطعوا علاقاتهم باسرائيل بعد 73 و8 بعد 67. وهذا يؤكد ان مصر الدبلوماسية عزلت اسرائيل عن القارة الافريقية. خلاص ده دورنا عربيا وافريقيا. تمام كده احنا خلصنا المراجعة. تمام. في بقى اخر حاجة هختم بيها دلوقتي، حاجات انا هكتبها لك وتسجلها، وباذن الله هنزل لك الفيديو ده بعد الامتحان وهتقول له يا امبراطور ال60 كانت معايا. خد الكلام بجديه باذن الله. دي توقعات الامبراطور ليله الامتحان. الحاجات دي في الاربع ايام ما بين العربي تركز لي عليها تماما، تبقى مذاكرها مع قرايه بسرعه الفصول، وانا افهمك اخر الفيديو هنراجع ازاي والقصه هتمشي ازاي. خلاص ركز معايا على اللي اكتبوه لك. بص يا جماعه خلي بالك دول ركز عليهم، وزي ما بقول لك هبعتهم لك بعد الامتحان. 1، اول حاجه دور اسماعيل
في منطقة القرن الأفريقي، ودور ثورة 23 يوليو أفريقيا وعلى المستوى الدولي. خلاص، دول هيتركز عليهم. أفريقيا جاية في الامتحان بإذن الله. 2، خلي بالك معايا، القانون الأساسي للورد ديفرين 83 نصوص، كل نص عليه سؤال. تستمر مصر تبقى مركز لي في بنود القانون مش حفظا، تبقى فاهم بيتربط بينه ازاي. 3، هتركز لي على ايه كمان تاني؟ اجراءات بريطانيا اثناء الحرب العالمية الاولى من 14 ل 18، اللي هي الاحكام العرفيه، وجندوا المصريين وعزلوا عباس، الحته بتاعت تغير لقب حكام مصر دي. 4، ايه كمان تاني؟ تركز لي جدا على اعمال اول وزاره شعبيه 24 وزاره سعد، الاجراءات بتاعتها وخاصه التعليم والعداله الاجتماعيه اللي عملها وفصل العمله. هنركز على الدواوين في أيام نابليون ومحمد علي، ديوان القاهرة والأقاليم العام والعالي والمشورة، تبقى تبص عليهم. كمان تركز لي تماما على إيه؟ 6، قرارات النحاس 15 أكتوبر 51 وما ترتب عليها من أحداث. قرارات النحاس 15 أكتوبر اللي هي حريق القاهرة وعيد الشرطة. 7، هنركز مفيش كلام على تصريح 28 فبراير وما تضمنه من تحفظات ومعاهدة الصداقة والتحالف 36 وبنودها، تبقى عارف كل بند بيتضمن ايه. بص كمان معايا رقم 8، تركز لي تماما على 1935 في القضية الفلسطينية، أول لجنة عربية وظروفها واتكونت ليه، أول ثورة عربية كبرى 36 فلسطين، أول تقسيم 37. ده من أهم أدوار بريطانيا اللي هيتركز عليها. هتركز لها على دور الولايات المتحدة في مؤتمر بلتيمور 42 وموضوع اللجنة الإنجليزية الأمريكية 46 اللي جت بسبب الأعمال الإرهابية اللي قام بها اليهود. لما قلنا لجنة إنجليزية أمريكية أعمالكم الإرهابية، تفجير فندق الملك وقتل وزير التموين موين، جابت لجنة إنجليزية قالت لكم قراراتكم المهلبية ترفضها الأمة العربية. يا إخوانا لازم تبقى مذاكر الحروب اللي هي 48 56 67 أسبابهم، كمان الشخصيات حرب أكتوبر 73، دور مصر في إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي. خلاص، كمان ما تنساش رقم 13 السلطة القضائية اللي هو القضاء. في نابليون أنا ملاحظ القضاء ما جاش في الاسترشادي خالص، فممكن يبقى إيه في سؤال فيه. نابليون، مينو، محمد علي، سعيد، إسماعيل. خلاص، دول 13 نقطة تبدأ ترجعهم لي ما بين الأيام اللي أنت مع العربي. بعد ما خلصنا الشرح يا جماعة كده، آخر جزء خلصناه الحمد لله. خلصنا مع بعض فيديوهين المراجعة، شرحت لك فيهم النقط اللي انت تتوقعها، المؤتمرات، التزامنات، الثورات، الحوادث، مسكنا كل حاجة في التاريخ فتتناها. أنا عايزك بس بعد ما خلصنا، مش عايز يعني حتة إيه بقى، في ناس يتسرب إيه أنا مش مذاكر أجاوب، الكلام ده مش وقته. إحنا خلاص قدر الله ما شاء فعل، اللي أنت عملته.
انا في الفتره الاخيره انا ضد الاحباط. اياك يبقى فاضل يومين على الامتحان، اجرى وشوف، لان التاريخ دلوقتي ما بيجيش حفظ. انت بتجرى وتستبعد كلام مش منطقي وتختار، ما تجلكش. وكتاب المفاهيم بتستفيد منه في المقالي تماما، ادينا 3 سنين بتطلع المقالي من كتاب المفاهيم. فاحنا عايزين حماس، انت تشد حيلك، خلاص هانت الثلاث 4 ايام دول ما بين الانجليزي والتاريخ، وهتخلص باذن الله وترتاح. خلاص انت تعبت السنه كلها، ما تضيعش تعبك على ايام الاخيره. زي ما بقول لك كده، احنا بحماسنا نبدا نذاكر. طب فاضل عليا فصل 2 عادي، اجراهم مره و2 وطبق عليهم وحل وخش الامتحان، وباذن الله ربنا مش هيضيع مجهودك. انت اسعى بس للصح، امشي الطريق الصح. خلصت معاك فيديوهات المراجعه. اتمنى ان انا اشوفكم على خير. اتمنى منك التعليقات، ايه رايك في الفيديوهات دي. خلاص، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يوفقكم واسمع عنكم كل سمع خير. ما تنسوش معانا لما النتيجه تبان تتواصلوا معايا عشان نكرم الفائقين، سواء طلاب المنصه الاونلاين او السنتر عندي. خلاص نتواصل مع بعض باذن الله. اسمع عنكم كل سمع خير. شد حيلكم، ربنا يوفقكم. اتكل على الله، ذاكر، امشي في الصح، وربنا باذن الله يكرم طريقك. السلام عليكم. معاكم الامبراطور في التاريخ حسام عياد.